تخلي عدد عملائك الضعف عن طريق الريفيلر ماركتنج. الريفيلر او الاحالات بتعتمد على تحفيز العملاء الحاليين ان هم يجيبوا عملاء جدد عن طريق التوصيات، وبيعتبر واحد من اقوى انواع التسويق بسبب الثقه اللي بتبقى ما بين العملاء الجدد والعملاء اللي موجودين اصلا اوريدي حاليا، بسبب ان هم في بينهم علاقه شخصيه، اصدقاء، قرايب، صحاب، ايا يكن. وده بيزود المبيعات بتاعتك بشكل كبير. طب ازاي ان احنا اصلا نحفز العملاء عشان يعملوا توصيات ويجيبوا لنا عملاء تاني؟ الطريقه الاولى نظام المكافآت. في الطريقه دي انت بتدي العملاء الحاليين مكافآت او هدايا مجانيه او خصومات مقابل ان هم يجيبوا لك عملاء جداد من صحابهم او قرايبهم او معارفهم. رقم 2 سهوله المشاركه. خلي عمليه الاحاله او التوصيات بسيطه، وتبقى عن طريق لينك مثلا ممكن يتبعت على البريد الالكتروني او يتبعت على الواتساب، او حتى عن طريق برومو كود هتعمله خاص للعميل، عشان لما يجي العميل الجديد اللي هو وصاه مثلا او اللي هو جابه ليك يبعت لك البرومو كود ده، فانت تعرف ان العميل ده فعلا جاب لك واحد تاني، وتبدا ان انت تدي له الهديه بتاعته. زي بالظبط ما بنشوف في الابلكيشنز بتاعت البنوك والابلكيشنز اللي بتبقى لسه نازله جديد، لما يقول لك ابعت الرابط مثلا او خلي واحد من صحابك ينزل الابلكيشن ده وهنديك هديه معينه. رقم 3 الحوافز المزدوجه. قدم هدايا لعميلك اللي هيجيب لك عميل جديد، وقدم كمان هدايا للعميل الجديد عشان الاثنين يبقوا متحفزين وعندهم الرغبه في ان هم يشتروا او ينفذوا الحاجه اللي انت عاوزها.